الرباط إذن جانب ثقافي مميز من بين ركائزها المعارض الفنية التي تتوالى وتحفل بالإبداعات. رواق محمد الفاسي بالرباط يحتضن واحدا من بينها، ذاكرة للفنان التشكيلي عزيز تونسي، يجمع فيه أعمالا فنية من مدارس تشكيلية عديدة فيما الرابط المشترك الهوية المغربية. التفاصيل في الروبورتاج يوسف لطفي والمتابعة لبشرى رئيف. دقة التفاصيل أول ما يثير انتباهك وأنت تقف أمام لوحة من لوحات الفنان التشكيلي عزيز التونسي. تلك التفاصيل تدعوك لإعادة بناء حكاية دفينة من الماضي، عن ذكريات الطفولة، عن البيت، عن التقاليد والعادات المغربية. أبحث منذ مدة على تثبيت الهوية المغربية في قالب يوحي بأن نتعاطف مع الأشياء التي تثبت كل الثقافة المغربية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بعض الأجيال ما كتعرفش الأشياء اللي جسدها عزيز التونسي في اللوحات ديالو، اللي هي كترمز الأبعاد وكتعطي واحد الرسالة، وبقات التاريخ في اللوحات اللي كتعطي الهوية المغربية. كل لوحة مستوحاة من الواقع المغربي المعاش، تجمع بين التجريد والسوريالية والتجسيد. نجح عزيز التونسي في تحويل جمودها إلى حركة. فما دي زيليمون يدخلهم في التركيبات نتاعو، كان من الضوء، كان من الرسم، كان من الشكل، كان من اللون، معناه يخليك العين تخلق حركه. اش معناها باغزون كيما في الطابلو فما تلقى سكينه، حوته، قارص، دونك كاريمون اليد تحب والمخ يفكر ناخذ سكينه نقص القارصه ولا نعمل نظف الحوته. الفنان عزيز التونسي يسعى من خلال لوحاته الى استحضار ملامح الماضي واستحضارها من الماضي وإحيائها في الوجدان الجماعي. لوحات متنوعة ستبقى معروضة إلى غاية 7 ماي بهذا المعرض برواق محمد الفاسي تحت عنوان ذاكرة.